السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاعلت الجماهير الجزائرية بفرح كبير بفوز الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في نهائي الملاكمة النسائية بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2-0-2-4، حيث تغلبت على الملاكمة الصينية يانغ ليو ونالت الميدالية الذهبية. وتأهلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى المباراة النهائية بعد فوزها على الملاكمة التايلاندية جانجايم سوانافينج بنتيجة 5-0 في الدور نصف النهائي، بينما تأهلت نظيرتها الملاكمة الصينية يانغ ليو إلى نهائي السيدات بالفوز بنتيجة 4-1 على تشنين تشين. يشار إلى أن الجزائرية إيمان خليف قد تأهلت إلى الدور نصف النهائي بفضل انتصارها على اللاعبة المجرية آنا لوكا هاموري بنتيجة 5-0 في الدور ربع النهائي، لتضمن تحقيق ميدالية أولمبية للجزائر.